إذا قرأنا مثلا في وثيقة إخوانية كانت ضمن مضبوطات قضية سيارة الجيش، وهي مضبوطات تخص الجهاز السري للجماعة، وهو الجهاز الحاكم في الجماعة إلى اليوم، الذي أفرز لها أكثر من مرشد عام. مصطفى مشهور كان من رجال الجهاز السري، محمد مهدي عاكف كان من رجال الجهاز السري، وعلى خطاهما سار بعد محمد بديع، وهو قطبي جلد محترق. اقرأ تلك العبارات التي أذهلت وكيل النائب العام الذي قام بالتحقيق في القضية، وهو المستشار عصام حسونة، وصار وزيرا للعدل بعده. فإن تلك الوثيقة قد تحدثت بصراحة شديدة مستندة إلى سرية الجهاز وسرية الوثيقة، لتقول إن القتل الذي يعتبر جريمة في الأحوال العادية يفقد صفته هذه ويصبح فرضا واجبا على الإنسان إذا استعمل كوسيلة لتأييد الدعوة. وإن من يناوئ الجماعة أو يحاول إخفاء صوتها مهدر دمه، وقاتله مثاب على فعله. لذلك قال مهدي عاكف المرشد العام السابق لمجلة المصور في كبرياء لا يعرفه الإسلام: الإخوان لا يعتذرون، وهي مساوية لقول القائل الإخوان لا يخطئون أو الإخوان معصومون. في موضوع الجهاد السري الإرهابي الذي شكله البنا نفسه، وهو في أود تقربه من الملك فاروق ونظامه، ظلوا يكررون دون ملل أنه إنما أنشئ للمحاربة في فلسطين. وقد ظل البنا وكذلك أتباعه إلى اليوم يبررون وجود الجهاد السري المسلح بالاستعداد للحرب في فلسطين. لكن أحمد عادل كمال، وهو واحد من قادة ومؤسسي الجهاد السري، يكشف لنا في مذكراته عن حقيقة هذا الأمر، وكيف أن موضوع فلسطين كان مجرد غطاء يتخفى خلفه هذا النشاط الإرهابي الإجرامي. فهو يروي قصة القبض على مجموعة من أعضاء الجهاز السري في جبل المقطم خلال قيامهم بتدريب على استعمال الأسلحة. قال: وكان الترتيب أن يكون هناك بصفة دائمة وفي مكان مرتفع من يراقب المجال بمنظار مكدر، وكانت هناك حفر معدة ليوضع بها السلاح، كل السلاح، والذخيرة كل الذخيرة، ويردم عليها لدى أول إشارة من الأخ الذي يتولى المراقبة. وبهذا تبقى المجموعة في حالة معسكر عادي وليس معها ممنوعات. واستمر لهاب المجموعات وعودتها بمعدل مرتين كل يوم ولمدة طويلة. ولكن حدث 19 من شهر يناير سنة 48 و900 وألف أن أغفل الأخ المكلف بالمراقبة أداء واجبه، ففاجأ البوليس هذه المجموعة بسلاحها وقنابلها. وحتى حالة كهذه كان هناك إعداد لمواجهتها، فقد أجاب إخواننا المقبوض عليهم بأنهم متطوعون لقضية فلسطين، وهي إجابة كان متفقا عليها مسبقا. وفي نفس الوقت كانت هناك استمارات تحرر بأسمائهم في مركز التطوع للقضية الفلسطينية. كما تم الاتصال بالحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين، قال: وشرحنا له الأمر على حقيقته، وكان متجاوبا معنا تماما، فأقر في التحقيق بأن المقبوض عليهم متطوعون من أجل فلسطين.
وأن السلاح سلاح الهيئة العربية العليا، وبذلك أفرج عن الإخوان وسلم السلاح إلى الهيئة العربية العليا. انتهى كلامه. والحقيقة أن حسنا البنا أتقن فن إقامة واجهات بريئة تختفي خلفها مكامن الإرهاب. تقرأ لمحمود الصباغ قال في حقيقة الجهاز الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين في الصفحة 49 بعد 100: ولم يقتصر تفكير النظام الخاص على التدريب على الأسلحة والقنابل التقليدية، بل فكر في صناعة المتفجرات التي لا تتوافر في الأسواق مثل قطن البارود، وقد تم إنتاجه بنجاح. وكذلك ساعات التوقيت التي تحدد وقت انفجار العبوة الزمنية، فقد تم تطوير الساعات العادية إلى ساعات زمنية لتفجير العبوات. كيف صنعوا قطن البارود؟ يقول الصباغ: لقد اتجه تفكيرنا إلى إنتاج قطن البارود على نطاق واسع، وكان لا بد لذلك من مكبس هيدروليكي من نفس الحجم المستخدم في صناعة البلاط. ومن ثم اتجه تفكيرنا إلى إنشاء مصنع للبلاط على أساس تجاري يضمن له صفة الاستمرار، وفي نفس الوقت يستخدم مكبسه في إنتاج قوالب قطن البارود بالكميات التي تحتاج إليها العمليات. قال: وقد قمت شخصيا بشراء المكبس الهيدروليكي من السوق، وتم إنشاء المصنع في ميدان السكاكيني بالقاهرة بصفته أحد مصانع شركة المعاملات الإسلامية، وتعين كل عماله من أعضاء النظام الخاص، وأخذ فعلا في إنتاج أجود أنواع البلاط وأقوى أنواع قوالب قطن البارود. فيا ترى خلف أية واجهات بريئة يتخفى الآن الخطر الكامن في هذه الجماعة على مصر والمصريين، بل على المسلمين في كل مكان، لأن الخوارج يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين.